عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. معكم أخوكم ناصر السوري من نقابة جنرالات الحرب. بمناسبة افتتاح قناة نقابة جنرالات الحرب، أحب في البداية أعرفكم بشكل مختصر عن شروط النقابة وأعضاء النقابة وأهداف القناة. تمام. أول شي رح أعرف عن نفسي. بداية أنا أخوكم ناصر من سوريا، مواليد الرياض، وحاليا مقيم في مصر. رح أحكي بشكل مختصر عن النقابة، عن شروط النقابة. شروط النقابة: أول شي يشترط إنه يكون العضو محترم. هذا أهم شي، الاحترام، إنه يكون العضو محترم، وتكون طبعا قوته فوق 30,000. تكون القوة فوق 30,000. أول ما يدخل العضو يتبرع ب800 شظية. ليش؟ أول ما يدخل بيتبرع ب800 شظية تأمين، لأنه الحمد لله الناس عم تدخل تحضر الشغلة وتاخدها وتطلع، يعني شي مؤسف. طيب، ثالث شي، ما عنا تبرع يومي. التبرع اليومي انت وكيفك، يعني على كيفك بتبرع اليوم، بتبرع على كيفك. تمام. رابع شي اللي هو الشعلة. طبعا الشعلة رح تكون حسب يعني الانتصار، حسب امتى فزنا ما فزنا، فبيتم تحديد الشعلة بعد معركة الشعلة. فورا بيتم تحديدها. يعني مثلا آخر مرة كان التبرع 500 شظية للي حضر الشعلة، و800 شظية للي ما حضر الشعلة. طيب، خامس شي والأخير اللي هو الزعيم. طبعا الزعيم عندنا نحن بنفوت على الزعيم 4 أو الزعيم 3، لكن أغلب الأحيان ندخل على الزعيم 3. طيب، لكن دخول الزعيم 3 ندخل كلنا من بدايته، لكن اللي بيقدر يثبته ما بينزل قواته إلا بعد دقيقة أو دقيقة ونص. تمام. هاي شروط النقابة. طيب، بتوجه معكم فورا بعد أهل المقدمة ومعرفة شروط النقابة، اللي هو نروح فورا لعند حبيبنا سامر السوري اللي هو قائد النقابة. أبو محمد قائد النقابة، حبيبنا الله يعافيه ويحفظه، ما شاء الله مزبط قريته ومهندسها، تصميم رائع، تصميم الزاوية، الله يقوي إن شاء الله عقبال ما يجي دراكولا. طيب، من بعد سامر السوري نروح لعند نائب القائد واللي هو اللواء أبو عمر. اللواء أبو عمر حبيب قلبي من لبنان، الله يسعده ويسعد أوقاته. نحب نقول له ألف ألف مبروك على الصحوة للذوق. طبعا اليوم كان عامل صحوة للذوق، ألف مبروك أبو عمر. طيب، نتجه من عند أبو عمر لعند ملك التبرع. ملك التبرع خليل، متبرع 131,000 ما شاء الله. طبعا وزير التبرع اللي هو اتش عبادة، حبيب قلبي عبادة اتش بلس، الله يقوي عبادة حبيب قلبي. شكله ما شاء الله ناوي على الصحوة للدراكولا، ناوي على الصحوة للدراكولا. طيب، من عند عبادة لعند الكنابش، حبيبي الكنابش، روح قلبه يشرب قهوة. شو عم تسوي؟ عم بشرب قهوة، يا حبك القهوة. طيب، من عند الكنايش هنروح لعند تشيز يلي بيفهمني عالطاير. تشيز يفهمني عالطاير حبيبنا. اس ام اس حبيبنا نشيط او سمسم. نشيط ومعنا من القدماء. بونشر حبيب قلبي كمان من القدماء، ما يقصر على طول، متواجد ورجل محترم، الله يقويه. طيب، برضو أيضا خالد وأمير الديب أو عمر الديب. من عمر الديب نروح على الصفحة رقم 2 لعند حبيبنا عمر، ومن بعد عمر لعند حبيبنا
عمر، ومن عمر لعند سمارت ونيني وعبد الرحمن. يعني ما شاء الله شباب ما يقصرون، مجهود حبيبنا ما يقصر، على طول متواجد ونشيط ما شاء الله عليه، وقواته جميلة وسلسة. حبيبنا مجهود، الشبكة وأنت ضيفة، هذه مجهود وقريته الرائع، تصميم لا بأس به. حبيبنا الجبري الله يقويه، وماكس مان اللي هو أحمد من مصر الله يقويك. حبيبنا أحمد من مصر محظوظ النقابة ما شاء الله عليه، حظه رائع، يعني من روعة حظه إنه عنده التنين مونيكا. طيب من عند حبيبنا ماكس اللي هو حبيبي باربيكان، وما راح أطول عليكم الفيديو. أبو أبرار وعطوفة حبيب قلبي، عطوفة من أول ما بدأت اللعب وأنا بلعب أنا وهو، والأخ وليد صديق وغالي علينا وما يقصر على طول، يعني أي خدمة هو موجود ما شاء الله عليه ما يقصر. حبيبنا وليد الله يقويك. هذه قرية وليد. طيب من عند وليد لعند الزعيم هذا هو اللي جايب لي فكرة القناة، هو اللي يقول لي سوي لنا قناة وحاول وأنا أساعدك وإن شاء الله الله يوفقك. طيب من عند وليد من عند الزعيم نروح لعند سراب الله يقويه، وبونشار واليقطين، ودانيال حبيبنا، شنب ما شاء الله عليه ما يقصر، على طول متواجد ويساعدنا في ميسا، وداعس في الشبح ما شاء الله عليه، داعس في الشبح. طيب من عند حبيبنا شنب نشوف هذا هادم صمام قلبي، هذا هادم صمام قلبي ما شاء الله عليه، يبي يعمل له صحوة. طبعا من عند هادم لعند حبيبي بو خالد سكرة قلبي، هذا قريته، وعمر وشوربجي وعبد الرؤوف فلسطين وزورا والشباب كلهم. طبعا أنا ما ودي أطول عليكم بالفيديو، لكن أحب أن أعطيكم فكرة بسيطة عن أهداف القناة. طبعا أهداف القناة هو أول شيء هي زيادة المعلومات عن اللعبة وعن كاستل. طيب وبعدين من عند أول شيء إن شاء الله راح نكون نرفع لكم طريقة رفع ليفل البطل بسرعة كبيرة، وطريقة إخلاء الزنزانات جميعها، بالتقريبا خلال يوم أو يومين. ممكن أعلمكم طريقة خلال يوم أو يومين ممكن تخلي الزنزانات كلها. طيب بعدين إن شاء الله راح أوريكم طريقة رفع القوة، يعني ممكن خلال أسابيع قليلة ترفع قوتك بشكل كبير. وآخر شي تقريبا اللي جاي في بالي الآن اللي هو طريقة جعل اللعبة تلعب تلقائي. هذا الفيديو راح يحطم ويكسر ويعمل موازين جديدة. طريقة جعل اللعبة تلعب تلقائي، يعني اللعبة ممكن تلعب تلقائي من غير تدخل منك، يعني انت ترقد وهي تلعب. يا سلام، تشتون احسن من كذا؟ طيب اسف لاني طولت عليكم الفيديو، اشوفكم بالحلقات القادمة ان شاء الله، وتحية خاصة مني لجميع اعضاء نقابتنا ولجميع اللاعبين اللي يلعبون كاستل. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.